بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير قبل كل تكبير، العالم بما في الضمير، أحمده وهو بالحمد جدير، وأشكره ونعمه فوق شكرنا بكثير، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد البشير النذير. يستحضرون فيها مواقف المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، مواقفه التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. فهو رحمه الله ملك لا كالملوك، ثقافة وسياسة وفكرا وحسن تدبير. هذا وإن حياة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه حافلة بالعطاءات والبطولات والأمجاد، مليئة بجلائل الأعمال ودلائل التوفيق التي توجت بتحرير الصحراء المغربية بالمسيرة الخضراء السليمة التي أدهشت العالم. فالذكرى 24 لوفاة المغفور له الحسن الثاني نور الله ضريحه لتذكرنا في فخر واعتزاز بمنجزات عظيمة، منها إلى جانب المسيرة الخضراء تعميم بناء السدود، السهر على إصلاح التعليم، تأسيس دار الحديث الحسنية، تنظيم الدروس الرمضانية العالمية التي هي منطلق لتوعية المسلمين بأمور دينهم ودنياهم. ففي حياة الحسن الثاني رحمه الله أخلاق عالية وخصال شريفة وغيرة إسلامية وعبقرية متناهية. فتخليد هذه الذكرى إرادة شعبية للاحتفال بتاريخ المملكة والترحم على روح ملك متبصر استطاع أن يرسي الدولة المغربية الحديثة. والواقع أن المغاربة وهم يخلدون هذه الذكرى 24 لوفاة هذا الملك العظيم لا يفخرون وهم يشاهدون ويتابعون جهود وارث سره جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو يواصل ليل نهار العمل الدؤوب من أجل تحقيق الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالته من شمال المملكة إلى جنوبها. ومن باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقد نسب للإمام أحمد قوله:
لو كانت لي دعوة صالحة لصرفتها إلى الإمام. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تحفظ مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بما حفظت به أنبياءك وأصفياءك، وأن تبقيه ذخرا للبلاد والعباد ممتعا بالصحة والسلامة والعافية، وأن تقر عينه بصاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وتشد عضده بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، إنه على ما يشاء قدير. اللهم تغمد برحمتك الواسعة جلالة المغفور لهما الملكين الراحلين محمدا الخامس والحسن الثاني، وطيب ثراهما وبوئهما مقعد صدق عندك. اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا رخاء. اللهم أمن حدودنا. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. آمين يا رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.